مجموعة من الأسئلة السريعة الإجابة عليها بكلمة واحدة، نعم أو لا. هي عبارات. العبارة الأولى: لأنني كنت ضد الخصخصة، هرجع كل الشركات اللي اتباعت. لا مش مظبوط، أنا ما كنتش ضد الخصخصة، لكن الخصخصة لازم يتحط لها معايير ما كناش ماشيين عليها صح. السؤال الثاني: الأجر حسب العمل، واللي يستحق مليون جنيه في الشهر لازم ياخده. في القطاع الخاص لكن في القطاع الحكومي ما ينفعش. نعم ولا؟ أوكي. لا. السؤال الثالث: السيطرة على ارتفاع الأسعار على رأس أولوياتي، ولو التجار تلاعبوا هرد بمنتهى العنف. منتهى العنف مش عجباني كلمة، لكن لازم التجار يراعوا المستوى، ما لازم كل حاجة بالمنطق. السؤال الرابع: الإعفاء ولا لا ما اعرفش بقى حضرتك تركبها ازاي. الإعفاءات للمشروعات الكبيرة باب من أبواب الفساد وسأغلقه، نعم أم لا؟ لا إطلاقا لا، لسبب بدل محسوب ما فيش فساد. السؤال الخامس: في ظل أزمة العملة الصعبة الدولار وغيره يجب وقف استيراد السلع الاستهلاكية فورا. مش عايزين جو تشاؤمي، لا ما حبس ذلك. السؤال السادس: تخفيض حجم الجهاز الحكومي أصبح ضرورة، نعم أم لا؟ نعم. السؤال السابع: لابد أن نعترف أن العامل المصري عنده ضعف إنتاجية، وهذا هو سبب مشكلات الاقتصاد المصري. إلى درجة ما نعم. ليه؟ ليه؟ لعيب في الإدارة والعيب في التدريب. يعني الخامة البشرية نفسها ممكن تدار وتدرب بشكل أفضل جدا، بدليل بتطلع بره من أحسن نتائج في العالم. شكرا. هذه كانت أسئلتنا. السؤال على الفيسبوك: هل تعتقد أن الرئيس القادم أمامه فرصة تاريخية 9%؟ عبء ثقيل يعني لابس 87%، دور مؤقت 4%. هنطلع فاصل. الملف السياسي، السياسة الخارجية والأمن القومي، مع دكتور محمد أدري سعيد بعد الفاصل.